السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الجميع الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل الولوج في تفاصيل هذا الخبر المثير جدا للجدل المرجو من جميع المشاهدين، عمل تعليق لمساندة إيمان خليف بطلتنا الجزائرية من أجل إسكات أفواه الحاقدين والمشككين في جنسها. ألف مبروك أختنا أيمان خليف بتحقيق الميدالية الذهبية رغم كل هذا الهجوم الغير مبرر وإسكات الملايين من الأفواه المتعجرفة التي تتكلم بدون دليل، وخاصة الصحافة الغربية الأجنبية. قبل الولوج في الخبر، ليكن بعض من لقطات فرحة الجماهير الجزائرية في قلب باريس من أجل أيضا دعم أختنا المتواضعة إيمان خليف. هاجم المذيع البريطاني الشهير بيريز مورغان الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد فوزها على الهنغارية لوكا أناهموري ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. ونشر بيريز مورغان عبر حسابه على موقع إكس صورة لإيمان خليف، وعلق عليها قائلا: إذا كانت هذه أنثى بيولوجيا فأنا خنزير بيولوجيا. وتعرضت الملاكمة إيمان خليف للانتقادات والتنمر، وواجهت اتهامات بعدم اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية بعد فوزها الأول على الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت من النزال بعد 46 ثانية فقط بعد تلقيها ضربتين قويتين اعتبرتهما الأقوى في مسيرتها. وبلغت إيمان خليف البالغة من العمر 25 عاما الدور قبل النهائي لمنافسات الملاكمة لفئة وزن 66 كيلو جراما ضمن فعاليات أولمبياد باريس 2024.